السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. اول حاجه كده لايك للفيديو، اشتراك في القناه لو انتي اول مره تشوفيني. يلا بينا نبتدي الفيديو. النهارده يا جماعه والله انا مش عارفه هو تاني يوم العيد ولا تالت يوم العيد، انا مش عارفه. بس اللي انا اعرفه ان انا يعني من ساعه ما رجعت من صلاه العيد ورجعت ونزلت لهم تاني في نص اليوم. هو احنا تقريبا تالت يوم العيد، بس انا بقالي يومين نايمه. يعني انا نايمه من اول يوم العيد بالليل لحد اهو تالت يوم العيد العصر. انا مش عارفه. المهم يا جماعه ان انا نايمه، انا تعبانه. والحقنه اللي انا خدتها كمان امبارح. آه يعني سكنت جسمي لدرجه انه نيمته خالص، ما تعرفوش ليه. المهم بقى ان احنا هقوم اصحصح كده عشان خاطر عايزين نعمل اكله ونعمل عزومه ونشوي كده ونجيب شوايه ونشوي عشان خاطر نحس بالعيد. يعني نحس بالعيد اللي خلاص طعمه مبقاش موجود، نحس بيه. انا حاسه قلبي والكلام ده. مره ميرا جايه لي هي وآية، فتعالوا بقى نشوي. نفتح الشوايه الجديده ونشوي وتشوفوا بقى تتبيله اللحمه بتاعتي وتقضوا معايا اليوم وتقولوا لي ايه الكلام. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، في فيديوهين متصورين معايا اقسم بالله. في فيديو متصور معايا من امبارح، وفيديو متصور معايا من اول امبارح، فيديو معايا من 3 ايام. وانا مش جاي لي، يعني مش جاي لي نفسيا مش قادره ان انا امسك التليفون وافتح برنامج المونتاج ومنتج، مع ان ده واقفه حل ليا. اقسم بالله واقفه حل ليا، وان محدش بيبكي على حد، ولا قومي صوري ولا قومي اعملي ولا قومي اشتغلي ولا قومي شوفي شغلك ولا. انا اللي نفسيا مش مهيئه، معرفش ليه. عايزاكم تشجعوني في الكومنتات، انا بحبكم وبحب كلامكم، والله العظيم وانتوا اللي ليا، اقسم بالله انتوا اللي ليا. واسفه على صوتي، انا صوتي كده، والله صوتي كده. عايزاكم تتاقلموا معايا بقى، يعني اتاقلموا معايا الفتره دي والفتره الجايه خلاص. ده صوتي انا يا جماعه، والله العظيم. لما قلت لكم صوتي المره اللي فاتت في الفيديو، ناس قعدت تقول لي انا يا جماعه ده بقى صوتي العادي، حتى لو انا ما علتش صوتي او ان اانا زعقت، خلاص ده بقى صوتي العادي. معرفش ليه. في ناس قعدت تقول لي ده غدد، في ناس قعدت تقول لي مش عارفه احبال الصوتيه ايه، مش عارفه. ف العيد كده يخلص وهروح اكشف، وهكشف كمان لسلينا عشان خاطر سنانها يا جماعه. بصوا، كان هي في هي اللي عارفه ان سنانها دي كلها تقع وهتطلع لها غيرها، انا عارفه. بس اسنانها في فروق خالص، في فروق كتير من فوق ومن تحت، وغير ان من فوق ومن تحت في سنه في الحته دي، في سنه هتطلع ورا سنه، في سنه هتطلع وفي سنه التانية موجوده، واللي موجوده مش متخلخله. فانا كده كده هوديها للدكتور، عشان لو كده هيشيلها ديت، او مش عارفه هينركب تقويم ولا ايه، مش عارفه. ف هتروحوا برضو معايا لدكتور الاسنان، وانا كمان هروح للدكتور. انا مش هنسى نفسي. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف هنعمل ايه. يلا تعالوا بقى يا جماعه معايا نحضر الشوايه الجديده واوريها لكم اللي انا جبتها. بصوا، اول حاجه كده انا دخلت اعمل حاجه كده صغيره خالص. جبت الكبه الصغيره اللي هي بتاعه البصلايه والطماطمايه اللي هي على قدهم يعني، دي الصغيره مش الكبيره. جبت البصلايه ورحت مقطعه 4 ارباع كده وفرمتها كويس قوي في الكبه. بعد كده جبت الطماطمايه برضو ورحت فرماها في نفس الكبه، وحطيتهم الاتنين في طبق واحد. الكبه دي يا جماعه اللي انا كنت جايباها من السعوديه، دي اللي هي ماركه السيف. بس عايزه اقول لكم ان دي حلوه في حاجه، والصغير والكبيره حلوه في حاجه. يعني دي حلوه في ان لما بتثبتي السكاكين بتاعتها كده بتثبت، انما التانية السكاكين بتاعتها مش بتثبت، مع انها كبيره بتاخد كميه اكبر. هنا بقى جبت البصل ورحت حاطاه في قلب الطبق دوت. بعد كده خليتها، يعني فرمت البصل كاني يعني عاملاه في اللي هي المبشره، كاني بشرب المبشره. وانا حاطاه في الطبق، فضلت ان انا اعصر فيه ان هو ينزل ميته خالص. بعد كده رحت حاطه الطماطمايه برضو في الكبه، ونزلت بالكبه فين هنا على برضو على البصلايه. تمام. بعد كده رحت ماسكاهم مقلباهم كده في قلب بعض، وبرضو مخليه البصله اللي هو منزله ميتها.
دي يا جماعه تتبيله اللحمه. هتحط فيها خل مثلا حوالي ربع كوبايه خل، لان الخل بيساعد على التسويه جامد. بعد كده روزماري وملح وفلفل بس. بس بس ما تجوديش وتحطي حاجه تانية في تتبيله اللحمه، لان اللحمه يا جماعه من النوع ان هي ما بتحبش توابل ولا بهارات كتير، عشان خاطر يعني لما التوابل بتكتر فيها بتمرر. فهو ملح وفلفل وروزماري وخل وبصل وطماطم بس. بس مفيش حاجه تانية اكتر من كده. طبعا ملح. حطيت بقى انا كل حاجه كده زي ما انتم شايفين اهو، ورحت مقلباه. ودي بقت التتبيله بتاعت اللحمه. طبعا انا خليتها كده على جنب عقبال ما امسك اللحمه. طبعا اللحمه دي جايه من الحيوان اللي اتذبح اول يوم العيد، طبعا عشان خاطر يعني الجزار لما بيجي يذبح بالذات لو كانت لحمه العيد مش بيذبحها لك، مش بيقطعها لك اللي هو التقطيع اللي انت عايزاه، لا بيقطع تقطيعات كبيره. فانا الكياس اللي انا واخداها كانوا مقطعينها، يعني الحتت كانت كبيره خالص. فانا رحت ماسكاها كده ورحت ايه مقطعاها كده على حسب برضو ان هي يعني تستوي بسرعة. كل ما كانت صغيرة كل ما كانت هتستوي بسرعة، انما الكبيرة مش هتاخد مش هتستوي على طول هتشد جامد. المهم يا جماعة وعايزة اقول لكم ان لحمة العيد دي يا جماعة اقسم بالله ما تعرفوش اتنظرت ولا كانت ايه. اللحمة معسلة، اللحمه معسله، بس انتوا شفتوش اللي حصل اول يوم العيد ايه. حتى انتوا تلاحظوا ان انا ما كملتش تصوير في الشارع تاني عشان كلنا يعني اتقفلنا، ما اعرفش ليه بصراحه. المهم يا جماعه جبت اللحمه كده ورحت مقطعاها. انا كنت مطلعه كيس شويته وكيس سلقته. ورحت ايه مخليها كده في قلب التتبيله زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا بقى دي تتبيله اللحمه يا جماعه، دي تتبيله اللحمه. تمام كده تمام. همسك بقى الاسترتش لاب ده واروح مغطياها. طبعا انا غاسله التلاجة طبعا زي ما انتوا عارفين في فيديوهات التنظيفات بتاعه العيد وكده، فيعني البصل والحاجات دي ما تكرفش على اي ريحه في ال في التلاجة وكده. كده جبت الحله دي ورحت حاطه فيها معلقه سمنه كبيره يعني كبيره محترمه. بعد كده بقى هجيب اللحمه اللي احنا قطعناها. بصوا البتاعه دي اللي هي من العلب من الاسباتيلات الخشب اللي كانت جايه لي هديه، فكانت فيها البتاعه دي مضايقاني. المهم يا جماعه دي اللحمه رحت ماسكاها ورحت ايه انا بحب بصراحه يا جماعه ان انا اشوح اللحمه. بحس ان هي بتعمل يعني شوربه حلوه جدا وطعمها حلو قوي. ما بحبش ان انا اغلي الميه واسقط اللحمه فيها على طول. المهم يا جماعه عملت ايه اهو، جبت اللحمه وابتديت ان انا اشوح فيها كده واقلب فيها. بعد كده رحت جايبه بقى ايه محضره طبق كده فيه كل المنكهات، فيه بصلايه طماطمايه ورق لوري حبهان وبس. طبعا حطيت فلفل اسود كده الملح مش بحطه غير لما الشوربه بتستوي خالص خالص. انا يا جماعه كنت هسلق اللحمه وايه يعني سلقت اللحمه لسه دلوقتي هاخدكم هندخل البلكونه نشوي عشان نشوي وكده. المهم يا جماعه هنا بقى كانت خلاص اللحمه كده خلاص اتعملت، فرحت جايبه الميه السخنه اللي كنت مسخناها في الكتل وابتديت ان انا ايه نزلت عليها باللحمه ورحت قلبت كل الكلام ده وخلاص. عايزه اقول لكم اني كل ما افتح الاستريهات افتح التليفون والاستريهات الاقي الناس كلها مسافره، كل الناس مسافره. حتى سيد اخويا والله العظيم مسافر هو ودهب اسكندريه، وانا قاعده والله قاعد يتحايل عليا قاعد يقول لي تعالي تعالي. وبعد ما مشي قال لي طب تعالي مش عارفه ايه، طب ما تجيش بالعربيه تعالي مواصلات بتاع. بس انا نفسيا مش احسن حاجه، نفسيا مش احسن حاجه. المهم يا جماعه جبت الحله دي ورحت حاطه فيها معلقه سمنه برضو، وحطيت فيها معلقه توم كده حلوه عشان اعمل الفته. وبعد ما التوم اتحمر رحت جايبه الخل ورحت نازله بيها. طبعا يا جماعه انا مش عارفه ايه الجو اللي بقى يعني عامل كده، انا مش عارفه. عايزه اقول لكم ان اكتر واحده تقول لها كتر خيرك في الدنيا دي هي انا، لان انا دلوقتي تكييف اوضه الاطفال باظ.
ما عنديش في الاوضه تكييفات خلاص، بعد ما كان معايا في كل اوضه في تكييف. يلا الحمد لله، مبقاش في عندي غير بتاع الريسبشن. قاعدين واكلين نايمين في الريسبشن يا جماعه، اسكتوا اسكتوا اسكتوا، انتوا ما تعرفوش حاجه. يعني انا بصراحه منتهيه والله العظيم. ان يا جماعه انتوا عارفين ان في الناس اللي في الدور ال 14 دي بتموت بتموت. المهم يا جماعه تعالوا بقى دلوقتي عشان نشوف. هنا كانت ايه وميرا جم ومامتهم برضو ده. بصوا بقى تعالوا اوريكم طريقة شوي حلوة جدا جدا، وطريقة توليع الفحم يولع بسرعة وما يغلقش كده. أول حاجة كده أنا جايبة الشواية ديت يعني جديدة، دي أنا جايباها من المحل عندنا، كان محل بتاع فحم والكلام دوت في أحمد إسماعيل في الشارع اللي أمي ساكنة فيه بس قدام شوية كده. الراجل اللي أنا كنت شارية منه طلع يعني مش عارفة لقيته وانا واقفه بشتري بيقول لي مش انتي ام مسلم؟ قلت له اه. فراح بيقول لي نزل معايا بصراحه في الفلوس، واداني 4 صاغان او 5 اللي انا شويت بيهم الكفته دول هديه من غير ما ادفع فيهم فلوس. قعد يقول لي عشان ام اسر متابعاكي اللي هي يعني تكون مراته، احلى تحيه ليك يا ام اسر من خلال الفيديو. بصوا بقى تعالوا بقى اوريكم طريقه توليع الفحم حلوه قوي. دي انا شايفاها مع الشيف اللي هو اسمه محمد حامد تقريبا. هو حط فحم بس يعني اللي هو الفويل دي من عندي انا حطيت الفويل، بعد كده حطيت عليه الفحم عشان خاطر الارضيه نفسها بتاعه الصاج بتاع الشوايه ما تتحرقش او لونها يتبهدل. في ناس بتحط رمل وفي ناس بتحط فويل، انا مش هجيب يعني مش هعرف اجيب رمل فحطيت فويل. بعد كده رحنا حاطين الفحم، بعد كده جبنا منديل ومليناه ولفيناه قرطاس كده. بعد كده رحنا يعني غرقناه زيت. بعد ما غرقناه زيت رحنا ايه ولعناه بالولاعة. تمام، وبقى يولع يا جماعة وخلاص الفحم بقى يولع كده. ودي طريقة تشغيل النار في الفحم سريعة وحلوة قوي بجد يعني. فلقيناه كده ما كانش كله زيت فروحنا زودناه، بس بصراحة عجبتني قوي وكانت سريعة. فاهمين؟ انا كنت مولعة حتة فحمة صغيرة اللي هو يعني ايه على البوتاجاز، بعد كده اجيبها واحطها هنا. انا عملتها بس اللي ولعت اكتر وحسيت ان هي اللي كان ليها العامل الاساسي يعني هو المنديل اللي مليان زيت ده. المهم يا جماعة سبته يولع كده وخلاص ولع الفحم كله اللي جنبه. طبعا انا عايزه اقول لكم ان الفحم لما جه ولع ابتدى بقى ان هو يطلع دخنه وكده، فكانت الدخنه دي بتحرق في عيني وعين ايه، لدرجه ان ايه لبست نضاره بتعمل شبه ام كلثوم اقسم بالله. بس عشان كتر خيرها كانت هي اللي قاعده قدام ال الشوايه وكده. المهم كده يا جماعه كان ابتدى يولع اهو، شايفين؟ بصوا شايفين الطريقه؟ انا بس ايه ما جريت لكمش ما جريتش الكاميرا ولا جريت الفيديو عشان خاطر بس تشوفوا ان هي اللي ولعت، عشان في ناس كتيره كانت بتغلب في الموضوع ده زي انا كنت كمان واحده من الناس. المهم يا جماعه ابتدى يولع كده. ودي برضو الرياشه، انا جايبه رياشه وجايبه كل العوامل معايا الحمد لله، بس انا مش عارفه بقى اشيلها فين دلوقتي. مش عايزه اشيلها في البلكونه عشان انا مش عايزه اكركب البلكونه، ولا انا اخلي فيها حاجه تكون متكركبه. مش عارفه اشيلها فين فقولوا لي. المهم يا جماعه خلاص ابتدى يولع بقى، وجبنا بقى الرياشه دي ولا الهوايه دي، وابتدينا بقى ان احنا ايه نهوي كده عشان خاطر الدخنه ابتدت تشتغل. طبعا عايزه اقول لكم يا جماعه على حاجه، ان الناس كلها في البلكونات كانت كل الناس بتشوي، كل الناس. فواحنا واقفين في البلكونه يا جماعه الريحه كانت ايه، والبلكونات كلها كانت مطلعه مدخنه وايه، الدنيا كانت ايه على البايظ خالص. المهم يا جماعه كنا كده بنحضر في الفحم والكلام ده فولعناه. هنا بقى دي يا جماعه التتبيله طبعا عشان تشرب كده وتبقى تتبيله حلوه وخطيره. يعني تعملي ايه تسيبيها مش اقل من 4 ساعات في التتبيله، ويا بقى لو كانت قبلها بيوم يا المهم طلعناها كده عشان خاطر نجيب الشوايه ونعملها. طبعا جبنا المروحه عشان خاطر ايد البت دي كانت تعبت والله العظيم، كتر خيرها من كتر التهويه وكده.
اللحمه بقى يا جماعه كانت طعمها اقسم بالله تحفه، تحفه زيها زي اللي كانت بره بالظبط. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان هي يعني ما خدتش وقت في في الشوي، ما خدتش يعني يا دوبك نص ساعه كانت خلاص استوت او اقل كمان. المهم بعد ما استوت كده حطيناها. بص كده احنا كنا بنرصها في قلب الشوايه، كان طعمها حلو. طبعا كان البي سليم كان عمال طالع داخل على البلكونه، صح صح. كنت بقول يا جماعة على شوية عشان عشان ايه؟ عشان عشان تبقى حلوة وطعمها حلو. طالما من ايدك يبقى حلوه وطعمها حلو من غير اي حاجه، صح ولا لا؟ صح. المهم يا جماعه حطينا اللحمه كده وسيبناها بقى تستوي براحتها. وقفلنا عليها البتاعه دي وسيبناها تستوي كده براحتها. احنا طبعا كنا حاطين المروحه لان كميه الدخنه اللي كانت طالعه كانت غير يعني طبيعيه خالص. هنا بقى كان خلاص ابتدى يستوي وقلبناه على الوش التاني، شايفين؟ بجد يا جماعه كان بجد حلوه قوي قوي قوي، شايفين؟ قصدي كده كنا هنقلبها على الوش التاني، ادي الوش التاني اهو، بصوا. أنا زي المحشي. بس بقى احلى حاجه كده تاكليها تكون سخنه سخنه كده بجد تكون طعمها حلو قوي. المهم جبت لها الطبق ده عشان خاطر اللي تطلعه وتحط عليه. هنا بقى كنا لسه هنشوي كمان كفته. بعتنا جبنا كفته من حضرموت، كفته تكون نيه يعني، واحنا اللي نشويها وكده. طعمها يعني انا مش هقول طعمها حلو لان هي طعمها نفس الكفته بتاعت بره، بجد كانت خطيره بجد بجد كده. هنا كنا بنعمل التجربه اللي هو احنا بنجيب يعني حته لحمه، ثواني يا سليم، وبنقسمها يعني كده وبنشوفها استوت ولا لا. طلعت استوت كمان، ما شدتش يعني، ما كانتش اللحمه اللي هي بتشد والكلام ده، لا كانت حلوه قوي قوي بصراحه. شايفين كده؟ انا كنت بزوم لكم بس عشان اوريكم اللحمه المشويه كانت دنيا لما جت تبلتها بقت عامله ازاي. المهم يا جماعه كده خلاص كده خلصنا. رحنا فين بقى؟ رحت قعدت كده على الارض عشان خاطر نعمل الكفته. مش عارفه دول كيلو تقريبا، بس احنا عملنا منه نص تقريبا او كيلو ونص او كده، مش عارفه بصراحه يعني، انا مش عارفه. بس اللي انا عايزه اقول لكم ان احنا اكيد ما عملناهمش كلهم لان هم كانت كميه كبيره، فروحنا عملنا نص والنص التاني سبته في الفريزر. انا عملته تاني يوم بصراحه، عملته مع طبق مكرونه كده. الله اكبر الله اعظم. طبعا الصبع اللي كنت بصبعه كنت بديه يتحط على الشوايه عشان خاطر يتهوى كده. شايفين سليم مين اللي دخل البلكونه ده؟ شايفين دخل عمال يدخل البلكونه معجب بالدخنه وهو اللي عمال يهوي بصراحه. المهم يا جماعه انا كنت عملت شويه، بعد كده خليت ايه تعمل كمان شويه طبعا عشان اللحمه والتلزيق وكده. فجبنا زيت، طبق كده فيه زيت شويه، فكنا بناخده ونحطه هنا. اقول لها يا بنتي كبير يا بنتي كبير. شايفين انا عامله ازاي يا جماعه؟ حطيناه كده اهو. بس انا بقى مش عارفه ليه لما حطيناه لوحده من غير الشبكه كنت حاسه ان اللحمه يعني هتفصل ما بينه وما بين ما بينه وما بين السياخ، كانت هتقع على الفحم، ما اعرفش ليه. فقلت بدل ما هي تقع وكده فرحت حطها على الشوايه. شايفين؟ وقعدنا نهوي كده. بصوا بقى شكلها في الاخر عامل ازاي، خطيره 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 بجد. ودي اللحمه يا جماعه والكفته اللي كانت بتطلع، شايفين؟ واللي كان بيستوي بقى كده كنا ايه بنحط تحتيه. عايزه اقول لكم ان اللي في الاخر دول الصاغين دول احنا نسيناهم على النار، وكمان كنا قفلنا البلكونه ومشغلين التكييف. طبعا ما اكتشفتهمش غير بعد ما هم مشيوا بالليل بقى خالص. وانا بفتح كده مش عارفه كنت بفتح احط ايه على البلكونه وانا على الحبل، لقيت دول طبعا كانوا اتطربوا واتبهدلوا، يلا مش نصيب حد ان هو ياكلهم. المهم يا جماعه بعتنا برضو واحنا بنجيب في الاكل، جبنا رز بسمتي. سيلين انا كنت عامله لها الفته الصبح عشان سيلين كانت عايزه تاكل فته عشان هي ما كانتش كلت فته، فزاد الفته وكده، فقلت احط الاتنين بقى. ادي اللحمه المسلوقه اللي احنا سلقناها وادي الفته،
ودي الكفتة اللي احنا شويناها مع بعض. بصوا تعالوا بقى نرصها كده مع بعض. اسمها ديت ميرا كانت تعبانة، ما اكلتش اصلا لا كفتة ولا لحمة مشوية ولا اي حاجة، فبعدت جبت لها حمامتين كده برضو ما اكلتش منهم. المهم يا جماعه ادي الاكل، قولوا لي بقى رايكم في التعليقات. انا طبعا في حاجات كتير انا جايباها من بره وفي حاجات كتير انا عاملاها، فعايزاكم تقولوا لي تسلم ايدك على اللي انت عاملاه. وده صوص الدقوس يا جماعه برضو جبته من المحل برضو، حطيته كده في قلب البولات ديت عشان خاطر ايه يعني مع الرز البسمتي وكده، واللحمه المسلوقه برضو. وبس كده يا جماعة، ده كان الغدا بتاعنا النهاردة. طبعا الغدا ده احنا اتغديناه مثلا كان على الساعة 8:30 بالليل مثلا كده. وادي الأكل بتاعنا كله، حطينا الشوربة والفتة وصوص الدقوس والحمام واللحمة المسلوقة والرز البسمتي والكفتة واللحمة المشوية. بس كده، ده كان ايه الغدا. طبعا عشان احنا قعدنا وسهرنا مع بعض، جبنا بقى ده كان على الساعة مثلا الساعة 3 بالليل مثلا، لا او 2 مثلا 2:30 بالليل. جبنا السوشي ده، طلبنا السوشي ده. دي يا جماعة ثواني يا سليم اقول لكم بقى القطع اللي انا بحبها. قولي يا سليم انت عايز تقول ايه؟ هي سليم رجعت هي خدت واحدة من دي سيلين يا جماعة ما بتحبش السوشي ولا بتاكله، قاعدة تقولي انا هاكله، فاديتها دخلت رجعته. المهم يا جماعة بصوا، انا بموت في اللي هو، انا مش عارفة اسامي. شايفين الطبق اللي قدام على اليمين ده، اللي على الشمال اللي هو ده، انا بحب قوي اللي هو مش عارفة اسمه ايه، ليمون كده واللي عليه الجبنة الكيري. بجد بموت فيه، انما الني ما بيحبنيش خالص ولا انا بحبه. المهم يا جماعة، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. استني فيديو بكرة.